صباح الخير عليكم. مش عارفه الصوت هيبقى واضح ولا لا لان انا بره وسامعين صوت العربيات اكيد. فانا النهارده واخداكم معايا كده رايحه البازار نشوف الاسعار ايه وايه ظروفها. بصوا طول ما ماشيين هتلاقوا ناس شايله شنطتها كده ورايحه زي ما انا شايله شنطتي كده ورايحه البازار. تمام. انا جنبي بازار، في بازار يوم الثلاث بس انا بيبقى عندي الثلاجه فضيت خلاص فمحتاجه شويه طلبات، فقلت اجي بازار الاحد. وبازار الاحد ده كمان عنده معزه خاصه في قلبي الصراحه، لاني من اول ما جيت اسطنبول اكتشفته هو اول واحد، ما كنتش اعرف قلب اي بازارات ولا اي شيء. فانا بتمشى بالصدفه بدور كان على حاجه فلقيت بازار الاحد ده، فمن ساعتها بقيت بحبه باجي فيه بصراحه. يعني حتى اللي عندي ما بروحوش كتير قد ما باجي اللي هنا بازار الاحد ده، اللي هو بازار بتاع شكري باي، محطه شكري باي. الاول كنتوا تنزلوا محطه لندن اسفلت تلاقوا البازار، دلوقتي اتنقل المحطه اللي بعديه اللي هي محطه شكري باي نفسها. الشارع في اتجاهين بس عايزه اعدي. تنزلوا محطه شكري باي نفسها، الشارع اللي في وش المحطه على طول تنزلوا فيه، والشارع فيه نفق هتيجي نازلين اهو. البازار كله اتنقل هنا، ساحه فاضيه كبيره وعملوه مقفول كمان بقى احلى من الاول. يعني الاول كان في الشوارع بتاعت المنطقه الحاره يعني، دلوقتي لا عملوه في مكان واحد ساحه كبيره. فهننزل دلوقتي كده ونشوف الاسعار ايه اخبارها. بصوا اهو ده كده بدايه البازار، طبعا فيه لبس وفيه كل حاجه وخضار، بس انا هنا الاولويه بالنسبه لي باجي عشان الخضار. خدوا فكره كده سريعه عن الاسعار. اهو ده ب 90 ليره، الموز 65 نزل شويه، الموز كان اعلى من كده. وده 75 البرقوق، بطين 85. احنا بناخد فكره كده الاول وبنشوف وبعد كده نشتري. 85 65 العنب. هنا الخضار بقى، الفاصوليا ب 80، البربونيا اللي هي شبه الفاصوليا بس لونها بالاحمر دي ب 85 برضه. الفلفل اهو نزل 25 الحمد لله. لا الطماطم ب 20، الباميه اهي الباميه 140. هنا اللبس 25، في حاجه صغيره ب 15. يلا بلا يلا. الفلفل ب 20. الصنادل الثلاثة دي ب 500 ليرة. الجزم هنا على 200 ليرة. دي طبعا الكواليتي مش قد كده بس ايه يعني تتلبس حاجة حلوة تمشي برضه مع المدارس، والعيال بتحب تغير كتير وكل واحد ياخد لهم منه. هنا البامية هنا احنا بالنسبة لنا هاخدها فريك مش طبيخ، للفريك حلوة. يارم كيلو صادق، يارم كيلو كده نص كيلو هاخد. في هنا البامية بتاعت الطبخ. فكرة الأجبان اللي بتبقى في البازار ده بتبقى حلوة. المخللات بتاعتهم دي حلوة جدا على فكرة. مية المخلل بيحبوا يشربوها مع الأكل. الفلفل هنا بكام؟ ب 40 ليرة. أسعار البيض 160 و 180 طبعا على حسب حجم البيض. السمك طبعا الايام دي مش متوفر بكثره في البازار كله، يعني البازار اللي فات ما لقيناش، دلوقتي جيت لقيت هنا. انا باخد دايما النوع ده اللي هو الشبرا ده على 300 ليره الكيلو. بصراحه الانواع التانية بحسها فيها زفاره ما بحبهاش. ممكن تطلبوا منه ينضفوا لكم تاخدوه عادي متنضف تاخدوه. على فكره عندهم نوع الالبان دي حلو جدا، طعم حاد او حلوه. يوز اون 110. هنا في البازار على فكره بتوع الجبن دول عادي بالكارت، تدفعوا بالكارت. برضه الزيتونات ده في البازار دي حلوه جدا. الليمون في نوع ب 100 بيش تاني ب 70. الخمسه الحبات ب 70 مش الكيلو. البرقوق ده ب 70 والكمثرى ب 80. بصوا بتجيبوهم في البازارات السوبر ماركتات التانية غالية، لكن لما تجيبوه من ايوز بير هتلاقوا السعر اقل بكتير. في حاجات هنا 250، بلاوز ب 300 ب 650 طبعا بتفرق على حسب الخامات. ده 350. طبعا الوزارة زي ما قلت لكم فيها لبس خضار كل شيء ممكن بتلاقوه موجود يعني. 50 كل ما تلفوا بتلاقوا الاسعار بتختلف على فكرة، مش من اي حد تشوفوه تشتروا على طول.
الناس اللي بتحس بالسبايسي اهو هنا في الهالبينو اهو فوق. بس لو عايزين تشتروا مثلا في الزرع تخلوه عندكم في البلكونه اهو جاهز. ورق العنب على 300 ليره. اهو هنا تيشيرتات بيت على 100 ليره. الشنط على 150 ليره وطبعا بتختلف، بتبتدي 150 ليره. برضه عندهم بقوليات وعندهم البوريك اللي تشتروا هنا مع الجبنه بتاعته، وهنا العيش بتاعهم بتاع القريه. اهو اديتكم فكره سريعه كده عن الاسعار الاسبوعيه هنا سوق الخضار وكده. فاشتريت حاجتي وراجعه. فاتمنى الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. هو سريع كده على الخفيف بس عشان الناس تاخد فكره عن الاسعار، لان اسطنبول بقت معروفه، تركيا عامه الاسعار بقت في ثواني، يعني يوميا بتلاقوها تقريبا بتزيد. This is